لو حضرتك دخلت محكمة قبل كده في بلد أجنبي وحد قال قدامك lawyer, attorney, solicitor, barrister، الأربع كلمات دول خاصين بالمحاماة، بس هل يا ترى أنت عارف الفرق بينهم إيه؟ لو لسه مش عارف الفرق بينهم فالفيديو ده علشانك. الأربع كلمات دول خاصين بالمحاماة، بس يا ترى إيه الفرق بينهم؟ اللوير ده حد درس القانون بس مش تحت شرط يكون شغال محامي. الاترني ده فعلا محامي بيقاضي في المحاكم، يعني حد درس القانون هو لوير بس شغال محامي بالفعل، ودي كلمة بتستخدم في أمريكا فقط. في بريطانيا واستراليا وبلاد تانية بيستخدموا كلمة بديلة مكانها اللي هو الباريستر. الباريستر هو لوير، هو حد درس القانون بس بيشتغل محامي بالفعل، غير اللوير حد درس القانون بس مش تحت شرط يكون شغال محامي. طب والسوليستر، السوليستر ده حد لسه بيتدرب جديد او بيجهز الاوراق للاترني او الباريستر عشان يترافع في المحاكم. في المحكمة بيكون موجود ايه؟ القاضي اللي هو ايه؟ جادج، واتفقنا اللي هو الاترني في امريكا، في بريطانيا الباريستر، وتاني حاجة المتهم defendant، والمدعي plaintiff، والشاهد او الشهود اللي هم الويتنسز اللي هو witness يعني شاهد. طبعا قبل الجلسة، جلسة القاضي بنسميها هيرنج، اتفقت مع المحامي بتاعي على كل شيء. I met my lawyer before the hearing، يعني أنا قابلت المحامي قبل الجلسة. بدأت الجلسة وسمعت صوت المطرقة. The judge hit the gavel. gavel اللي هو المطرقة، والمطرقة الجافل دي لفظ بتستخدم في الاجتماعات الرسمية غير الهامر. الهامر دي مطرقة نجار، لكن المطرقة اللي بتستخدم في الاجتماعات الرسمية بنقول عليها جافل. بعد كده القاضي سأل الشاهد والشاهد أدلى بشهادته. The witness gave his testimony. testimony دي British accent, American accent, testimony. بعد كده القاضي سألني وأنا رديت على القاضي بكل ثقة. I answered the judge confidently. في النهاية القاضي أعلن حكمه العادل. الحكم اللي هو الverdict. The judge made a fair verdict.